هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كبش، طب بمبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. ولكل أكلة كمان تركاية. اللي بيحطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. أهلا وسهلا بمستمعينا. النهاردة موضوع حلقتنا عن طبق اختلف عليه ناس كتير، فريق بيحبه ويعشقه وفريق ما بيطيقش ياكله خالص. النهاردة هنتكلم عن طبق من أشهر الأطباق المصرية، الكوارع. نفسي اكل كوارع. امشي يا بت. يا كوارع ولحمة راس يا مانيش منقولة من الحتة دي. ايه اقولك بقى؟ ازيك يا شيف مريم؟ ازاي حضرتك؟ بتحب الكوارع ولا ما بتحبهاش؟ يعني نص نص. لا ده انا عاشقة ليه، هزعل منك. لا هتعجب حضرتك بالوصفة بتاعت النهاردة ان شاء الله. طيب اعملها لنا بقى بوصفة شهية كده، وفي نفس الوقت مش عايزينها تقيلة، عايزينها خفيفة وصحية. اول حاجة بتتغسل الكوارع، بنغسلها بمية وملح وليمون كويس قوي، وبعدين نشطفها خالص ونحطها في مصفى. بعدها بناخد معلقة صغيرة خالص من سمنة او زيت، مادة دهنية، المادة الدهنية اللي احنا بنحبها. تمام. وهنشوح الكوارع مع حبهان و8 فصوص توم صحاح وورق لورا، وهنقلبها كويس. مع التقليب اول ما يبتدي لونها يتغير هننزل بمية بتغلي عليها، وبعدين نحط فيها بصلاية متقطعة 2 بس كده. قرب ما تستوي نحط الملح. تاخد وقت قد ايه على النار؟ حسب النوع، لو هي صغيرة او كندوز صغير هتاخد من 2 ل2.5 ساعة. ونوطي النار عشان تستوي، ودايما نضيف الملح في اخر الكوارع عشان هي بتتأخر طبعا في السواها. اسهل حاجة تسويها لو اخدت فترة طويلة جدا بيتحط نص معلقة سكر عليها. عايزة اقول كمان ان الكوارع في مناطق معينة بنشتريها منها، الارجل الامامية ولا الخلفية؟ الامامية طبعا، وتكون المذبوح يكون كندوز صغير او بتلو. مفيش بتلو دلوقتي، بس بيكون كندوز صغير. لازم نتأكد من حاجة زي دي عشان حتى شربتها بتبقى طعمها حلو. اعمل لك اكله بقى من اللي ترم العظم. ايوه يا ولي، اكلي اصلي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ ناس كتيرة نسجت أساطير حول الكوارع، ولكن الفوائد العلمية المؤكدة يا شيف مريم إن الكوارع غنية بالجيلاتين المفيد لصحة العظام والمفاصل. الجيلاتين اللي موجود في الكوارع بيدي نضارة للبشرة، يعني الباحثات عن الجمال بقول لهم تاكلوا كوارع. وعلى فكرة الكوارع دي من الأكلات المصرية الأصيلة من أيام مصر القديمة. كان في فرعون مصري اسمه سخم خط، كان بينتمي للأسرة الثالثة، وكان الفرعون من الناس الأكيلة اللي بتحب التجديد في الأكلات. في يوم زهق من أصناف الأكلات اللي موجودة قدامه على المائدة، وطلب من الطاهي الخاص بيه إنه يطبخ له أكلة ما اتعملتش لحد قبل كده وتكون جديدة وشهية. الطاهي قعد يفكر عايز أكلة جديدة للفرعون، ففكر في أطراف الحيوانات، حطها في مية مغلية وحط لها العديد من البهارات والتوابل وقدمها للفرعون سخم خط. الفرعون أعجب بيها بشدة وقرر إنه يكون طبق يومي موجود على المائدة. وبسبب مزاج سخم خط احنا النهاردة كلنا بنحب الكوارع، وكمان المصريين يتفننوا فيها. يعني يا شيف مريم لما بنروح المطاعم بنلاقي الكوارع معمول جنبيها فتة، معمولة طواجن. لو بنعملها طاجن بنعمل لها في الاخر دقة، معلقة سمنة، بفصين توم وجوز الطيب. لو عايزين نعملها فتة ليها طريقة تانية، الفتة العادية بتاعتها. كوارع مع فتة وعيش. انت عارفة ان الكوارع دي من الحاجات اللي بتحسن النوم وبتأدي ان النوم يكون هادي وخالي من الاضطراب. في نهاية حلقتنا هنقول للسادة المستمعين ايه زي كل حلقة ما بنقول يا شيف مريم، ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة ده طب نظيرة كلمة
إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس.